كرة القدم في جنوب أفريقيا كانت أكتر من مجرد لعبة، كانت مراية بتعكس صراعات سياسية وعنصرية واجتماعية، وبعدين بقت جسر بيوصل ما بين الناس اللي كانت متفرقة ومتصارعة. النهاردة هنحكي ازاي الكرة بدأت كرمز للتفرقة في عهد الأبرتايد، وازاي بقت بعد كده سبب من أسباب الوحدة الوطنية خاصة بعد نهاية النظام العنصري في جنوب أفريقيا. فما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا. من اول الاربعينات لحد التسعينات جنوب افريقيا كانت تحت نظام الابرتايد، وهحكي لكم كمان شويه ازاي النظام ده اتكون. بس خلينا نقول النظام ده كان نظام عنصري بحت، كان بيفصل الناس حسب اللون. الرياضه زيها زي التعليم والصحه والسكن كانت خاضعه للقوانين دي. اتحادات كره القدم كانت منفصله، كان في اتحاد للبيض واتحاد للسود واتحاد لاصحاب البشر المختلطه، وكل اتحاد فيهم عنده ملاعبه وبطولاته وحكامه. مش بس كمان فصل اللاعبين، لكن كمان فصل الجمهور. البيض زي ما قلنا عندهم ملاعبهم، المدن التانية مليانة شباب بيلعبوا في ملاعب ترابية بأدوات ضعيفة وتدريب يكاد يكون معدوم. ومع الوقت بقت كرة القدم مش بس رياضة، بقت رمز للمقاومة. في الوقت اللي كانت فيه كرة القدم هي الرياضة الشعبية الأولى عند السود، كان الرجبي هو رمز القوة والسيادة والرياضة الشعبية عند البيض، خصوصا الأفريكانز. وخليني أحكي لكم مين هم الأفريكانز. الأفريكانز دول هم أحفاد المستوطنين الأوروبيين اللي جم لجنوب أفريقيا في القرن ال17. معظمهم كان من أصل هولندي بالإضافة لفرنسيين وألمان، اتكلموا بلغة اسمها الأفريكانز، ودي فرع من فروع اللغة الهولندية. وبمرور الوقت كونوا هوية ثقافية خاصة بيهم. في البداية جم كمزارعين ضمن بعثة شركة الهند الشرقية الهولندية، لكن مع الوقت بقى ليهم نفوذ سياسي واقتصادي كبير. بعد ما بريطانيا احتلت مستعمرة الكاب حصل صراع طويل بينهم وبين البريطانيين، ادى لهجرة جماعية اسمها الهجرة الكبرى. راحوا فيها الأفريكانز للمناطق الداخلية وأسسوا جمهوريات مستقلة زي ترانسفال وأورنج. وفي أواخر القرن ال19 لما اكتشفوا الذهب والماس بدأت بريطانيا تغزو مناطقهم، وده أدى لحروب كبيرة ما بينهم كان اسمها حروب البوير. انتهت بسيطرة بريطانيا، لكن الأفريكانز فضلوا متمسكين بهويتهم ولغتهم. وفي القرن العشرين خصوصا بعد سنة 1948 وصل الأفريكانز للحكم عن طريق حزبهم الحزب الوطني، وفرضوا نظام الأبرتايد. ومن هنا اتكون نظام الأبرتايد. استخدموا مؤسسات الدولة والإعلام والتعليم وحتى الرياضة عشان يفرضوا سيطرتهم ويعزلوا الأعراق التانية. وزي ما قلنا الرجبي كانت الرياضة بتاعتهم، وكان اسم منتخب جنوب افريقيا الوطني للرجبي هو سبرينج بوكس. وعايز اقول لك ان كانت مباريات الرجبي بتنقل على التلفزيون الرسمي، في حين ان بطولات الكوره بين السود ما كانتش بتتغطى خالص. والجمهور الابيض كان شايف في الكوره رياضه فوضويه، لكن الحقيقه ان الكوره كانت نبض الاغلبيه في جنوب افريقيا. الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا علق عضويه جنوب افريقيا في 1961، وقرر يطردها رسميا سنه 1976 بسبب استمرار التمييز العنصري في الرياضة. وده كان ضربة كبيرة، لأن الرياضة كانت وسيلة مهمة جدا للدولة تعزز بيها صورتها الدولية. مش بس كده، كمان تم منع الفرق الجنوب أفريقية من المشاركة في البطولات القارية، وتم رفض استضافة أي فرق أجنبية على أرضهم. باختصار جنوب أفريقيا بقت دولة معزولة رياضيا. في الوقت ده كانت الملاعب الشعبية في البلدات أو الضواحي، واللي كان اسمها التاون شيبس، والاسم ده طلعوه البيض للمناطق اللي الدولة خصصتها للسود وأصحاب البشر المختلطة في وقت الأبرتايد. فالضواحي دي كانت مليانة شباب بيلعبوا كوره بحماس. كانت الكوره مش بس لعبه، دي كانت وسيله للمقاومه بالنسبه لهم والاحتفاظ بالكرامه. ناس زي ستيف بيكو دعموا الرياضه كجزء من بناء الهويه السوداء، وظهرت اتحادات بديله زي الاس اي اف اي، وده اختصار للاتحاد الجنوب افريقي، ولكن كان الاتحاد ده غير رسمي. والاتحاد ده نظم بطولات غير مرخصه جمعت الاف اللاعبين، وكانت الملاعب احيانا بيتم اقتحامها من الشرطه، لكن الناس كانت بتكمل زي ما هي. في وقت نظام الابرتايد كان في شخص اسمه نيلسون مانديلا، كان بيدعو للمقاومه السلميه ضد النظام العنصري كعضو في حزب المؤتمر الوطني الافريقي ANC. لكن بعد ما الدوله بدات تستخدم العنف لقمع الاحتجاجات، قرر مانديلا ومعاه قاده اخرون يتحولوا لمقاومه مسلحه محدوده تستهدف منشآت الدوله مش المدنيين، وشكلوا جناح مسلح اسمه امخونتو ويسيزوي، وده كان رمزها رمح الامه. وسنه 1962 اتقبض على مانديلا بتهمه السفر الغير قانوني والتآمر، علشان في سنه 1964 في محاكمه اسمها محاكمه ريفونيا اتهموه مع قاده اخرين بمحاوله قلب نظام الحكم بالقوه، واتحكم عليه بالسجن المؤبد، لكنه قضى 27 سنه منهم في سجن جزيره روبن ايلاند الشهير. مانديلا اعترف بالمقاومه المسلحه، لكنه اكد في المحكمه انه بيقاوم الظلم مش بدافع الكراهيه، وقال وقتها جمله شهيره: انا مستعد ان اموت من اجل قضيه اؤمن بها ومجتمع ديمقراطي حر يتساوى فيه الجميع. وفي 1990 نيلسون مانديلا خرج من السجن بعد ما قضى 27 سنه علشان يكون رئيس جنوب افريقيا. بس مانديلا ما كانش بس رئيس جنوب افريقيا،
افريقيا كان رمز عالمي للمصالحه والتسامح، لانه خرج من السجن مش طالب انتقام لكنه طالب وحده شعبه، وكان عنده رؤيه غير تقليديه انه يستخدم الرياضه وتحديدا الكوره والرجبي كوسيله لبناء الامه. وبدات مرحله جديده، المفاوضات السياسيه خدت وقت لكن في الرياضه كان في انفراجه سريعه. اتحادات الكوره توحدت وبدا السود يشاركوا في كل البطولات، واصبح اتحاد الACFA معترف به رسميا من الفيفا، وبدات الحملات لتكوين منتخب يمثل الدوله كلها. كانت مهمه صعبه بسبب قله الموارد والانقسامات التاريخيه، لكن البدايه كانت مشجعه. سنه 1992 جنوب افريقيا رجعت للفيفا، وبسرعه بدات تحاول تبني صوره جديده. المنتخب الوطني لكره القدم كان من اول الرموز الموحده. صحيح كان في تحديات زي ضعف البنيه التحتيه، لكن الحماس كان ضخم. اول مباريات الفريق الخارجيه كانت لحظات مشحونه، ناس كتير كانوا بيتابعوا مش عشان النتيجه لكن عشان يشوفوا هل ممكن فريق يضم لاعبين من اعراق مختلفه يمثل فعلا الدوله الجديده. لما استضافت جنوب افريقيا كاس العالم للرجبي سنه 1995 كانت دي لحظه فارقه، لان مانديلا لبس تيشيرت الفريق سبرينج بوكس ونزل يسلم الكاس للقائد الابيض فرانسوا بينار. اللحظه دي دخلت التاريخ وشكلت بدايه حقيقيه للمصالحه الوطنيه، والفيلم الشهير انفاكتس جسد اللحظه دي، وازاي مانديلا استخدم الرياضه كبوابه للوصول لقلوب البيض، وازاي الجماهير السوداء بدات تهتف لفريق كان بيرمز للظلم زمان. ناس كتير بكت وقتها مش عشان الفوز لكن لانهم شافوا مانديلا نفسه بيسامح وبيقول ان الرياضه ممكن تبني بلد. كانت بدايه فعليه للهويه المشتركه، رغم انها ما قضتش على كل المشاكل لكنها فتحت باب للامل. رجال اعمال بداوا يدعموا المبادرات الرياضيه، والمدارس بدات تنفتح للانشطه المشتركه، والملاعب بقت مكان لقاء مش نزاع. بعد سنه واحده بس المنتخب الوطني الجنوب افريقي لكره القدم البافانا بافانا كسب كاس الامم الافريقيه سنه 1996. البطوله كانت على ارضهم والملاعب مليانه من كل الفئات. الهتافات والرقص والاعلام كانت كلها رمز الوطن جديد، وكان في مشهد خرافي لما نيلسون مانديلا نزل يحيي اللاعبين والجمهور بيردد اسمه. لاول مره الكوره بقت بجد بتوحد الكل. في السنوات اللي بعدها بدات الدوله تحاول تستضيف كاس العالم، البنيه التحتيه اتطورت وملاعب جديده اتبنت والمدن اتجهزت، كل ده كان تحت شعار كرة القدم توحد القارة مش بس الدولة. والاتحاد الجنوب افريقي وقتها قدم ملف قوي وحصل على الدعم من القارة كلها. لما تم الاعلان ان جنوب افريقيا هتستضيف البطولة الشوارع انفجرت فرحة. جنوب افريقيا استضافت كاس العالم 2010، ودي كانت اول دولة افريقية تعمل كده. الملاعب كانت على اعلى مستوى والنقل كان منظم والاعلام العالمي اشاد بالتنظيم. افتتاح البطولة كان مبهر والفوفوزيلا بقت رمز عالمي. البطولة دي ما كانتش للكورة بس، ده كان استعراض للثقافة والموسيقى والتنوع في جنوب افريقيا، وكانت حدث سياسي وتاريخي. الناس من كل الاعراق شاركوا في التنظيم والتطوع والتشجيع، حتى لما المنتخب خرج بدري فضل الجمهور يفرح ويحتفل. الاقتصاد اتنشط والسياحة زادت وحصل نوع من الفخر الوطني. البلد اللي كانت مقسومة بقت موحدة قدام الكاميرات، وكانت لحظة اثبات ان افريقيا تستحق وان الوحدة ممكنة. في الاحياء الشعبية والمدارس الكرة بقت اكتر من مجرد لعبة، الولاد والبنات من اعراق مختلفة بيلعبوا مع بعض، والمعسكرات التدريبية بقت وسيلة للدمج، وظهرت برامج زي جراس روتس وفوتبول فور هوب واللي وصلت لمئات الالاف من الاطفال، وربطت الكرة بالتعليم والتغذية وحتى التوعية بالصحة. لاعبين زي بيني ماكارسي ولوكاس رادبي وستيفن بينار اصبحوا رموز للشباب، ناس من خلفيات مختلفة بيحبوهم وبيشوفوا فيهم نجاح ممكن يوصلوا له. حتى اللاعبين اللي لعبوا في اوروبا لما رجعوا شاركوا في بناء المدارس والملاعب. بس رغم كل التقدم اللي حصل ده لسه في مشاكل. الانديه الكبيره لسه في المدن الغنيه والموارد مش دايما بتوصل للمناطق الريفيه، لسه في عنصريه كامنه في بعض الجماهير، لكن الصوره عامه احسن بكتير من زمان. وظهرت برامج حكوميه وخاصه لتمويل الكوره في المدارس وادخال الرياضه ضمن التعليم الرسمي. في كمان بطولات تشاركيه بتضم انديه من كل الخلفيات، وبدات تخرج تقارير دوريه عن مساهمه الرياضه في تقليل العنف وزياده التعاون في المجتمعات المحليه. وكان في شاب من سويتو اسمه تيمبا بدا يلعب كوره في الشارع، لما كبر دخل اكاديميه كره القدم بتمويل مشترك بين شركه خاصه والدوله، ودلوقتي هو بقى مدرب في نفس الحي وبيدرب اطفال من اعراق مختلفه. وبيقول لما بنلعب مفيش حد بيفكر من اسود ومن ابيض، احنا بس عايزين نكسب ونضحك ونتعلم. قصته مش استثناء لكنها مثال حي عن ازاي الكوره بقت مدرسه للسلام. وفي احدى المدارس الابتدائيه في جوهانسبرج جمعت ولاد وبنات من 4 اعراق مختلفه. مدير المدرسه ساعتها قرر يعمل دوري كوره داخلي مش بين الصفوف لكن بين فرق مختلطه. اول سنه كان في توتر، بس تاني سنه بقت بطوله الكوره الاهم ومناسبه في السنه.
من التفرقه في الملاعب للمصافحه في النهائي، ومن الهتافات العنصريه لهتافات الحب، الكره قطعت مشوار طويل في جنوب افريقيا. لسه الطريق طويل، لكن اللي حصل لحد دلوقتي بيأكد ان الرياضه ممكن تبني الكره ما كانتش بس سبب في توحيد شعب جنوب افريقيا، دي كانت قلبه اللي بينبض. فلو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واستنونا في حلقات جايه كتير.